سنة 2007 3 من أعظم المبرمجين في التاريخ قاعدين في أوضة واحدة، والثلاثة دول كانوا كين تومسون اللي عمل يونكس، وروب بايك اللي عمل حاجات زي UTF-8 مثلا، والثالث روبرت جريزمر اللي اشتغل على الفي 8 انجن اللي هو ورا كروميوم ونوت جي اس اللي الناس بتستخدمها كل يوم دلوقتي. وطبعا لو الثلاث مبرمجين دول قاعدين مع بعض في أوضة واحدة فالحيطان محتاجين يقفوا يضربوا لهم تعظيم سلام. خلي بالك الروم اللي كانوا قاعدين فيها مع بعض اللي كانت في جوجل، وفي شركة زي جوجل انك تحل المشاكل ات سكيل دي مش رفاهية، دي حاجة أساسية لازم تعملها. المهم الثلاث مبرمجين كانوا قاعدين لمدة 45 دقيقة مستنيين C++ بروجرام يتعمل له بيلد، والأسطورة بتقول ان في ال 45 دقيقة دول كانت رسم على الوايت بورد بلان للغة برمجة جديدة، ولغة البرمجة دي بتعمل حاجتين: compiles fast and run fast، واللي هيبنوه في السنتين اللي جايين هيغزو العالم بعد كده علشان نلاقي هي اللغة اللي ورا دوكر، ورا كوبرنيتيز، تيرافورم، ولغة أساسية في كبرى شركات البرمجة النهاردة. لو عرفت احنا بنتكلم عن لغة ايه اكتب لنا في الكومنتات، وتقدر تشوف الفيديو كامل على